ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه جميله جدا، من انجح واجمل الكيكات اللي احنا ممكن نعملها. سهله جدا في تحضيرها، كمان مكوناتها بسيطه وطعمها حلو قوي. هنعمل كيكه الرواني او كيكه البسبوسه، كيكه هشه وخفيفه جدا ومفتحه كده وطعمها حلو قوي. من احلى وانجح الكيكات اللي احنا ممكن نعملها. بنسقيها كده بالشربات، طعمها حلو قوي ولونها جميل جدا. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. ويا ريت اللي بيشوف القناة لأول مرة ولسه ما اشتركش معانا يشترك عشان القناة تكبر بيكم. ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو. عشان نحضر للكيكة هيكون معايا كده 4 بيضات، وضفت عليهم 2 باكت من الفانيليا، وهضيف عليهم كوباية الا ربع من السكر الأبيض العادي، وكمان هضيف كوباية كده من الزبادي أو اللبن الرايب المتوفر عندنا. هضيف كمان كده نص كوباية من الزيت، وهبدأ ان انا اضرب المكونات دي كده بالمضرب الكهربي كويس. ممكن كمان نضربه بالخلاط او بالمضرب اليدوي العادي جدا. هخفق بقى كل المكونات دي كده لغاية ما اللون يفتح، وكمان السكر يدوب كده والمكونات كلها تختلط معانا، وهتكون معانا بالشكل ده كده. هنا بقى معايا كده كوباية من جوز الهند، ضفتها للخليط كده، وهبدأ ان انا اضربها بالمضرب كده كويس مع الخليط، عشان الزيوت العطرية اللي فيها كده هتطلع وتدي للكيكة ريحة وطعم حلو. هنا كده المكونات معايا السائلة اختلطت. هنا بقى معايا كده كوباية من الدقيق الابيض المنخول، ضفت عليها كوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة اللي بنشتريه من عند العطار بالكيلو كده. ضفت عليهم بقى رشة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف المتوفر نستعمله، وخلطتهم مع بعض كده كويس، وبدأت انزل عليهم بالمكونات السائلة بالشكل ده كده. هقلبهم بقى كده لغاية ما يتكون معانا خليط الكيك. وهنا جبت صينية فرن، ودهنتها بالزيت كده، ونزلت بالخليط وخبطتها خبطتين كده عشان الكيكه تتسوى معانا وما يبقاش فيها اي فراغات كده، ويكون شكلها حلو. حطيتها في الفرن كده على درجه حراره 180، وهتقعد في الفرن نص ساعه. وهبدا بقى اعمل الشربات اللي هنسقي بيه الكيكه بعد ما تخرج من الفرن. جبت كوبايه من السكر وكوبايه ونص من الميه، وبدات ادوب السكر بالشكل ده كده. هدوب السكر، واحنا بندوب كده نحاول ما السكر ما يجوش على الاطراف عشان ما يسكرش معانا. وهنرفعه على النار، واول ما يغلي هنضيف نص ليمونه ونسيبه يغلي على النار 3 دقايق بس، وننزله ونضيف عليه باكت من الفانيليا ونسيبه كده لغايه ما يبرد. وكده معانا الكيكه خرجت من الفرن، والكيكه سخنه كده والشربات بارد. نبدا ان احنا نسقي الكيكه بالشكل ده كده. كميه الشربات اللي احنا عملناها مناسبه جدا للكيكه دي، بتشربها كلها كده وبيكون طعمها حلو قوي. هنا بقى كده الكيكه بتشرب الشربات اللي ضفناه. هبدأ بقى ان انا ارش عليها جوز هند كده. كيكه الرواني يعني اساسها جوز الهند، هنرشها بجوز الهند كده بالشكل ده كده. ونرش كده جوز الهند وهي لسه عليها الشربات عشان يلزق فيها كده، واحنا بنقطعها كده جوز الهند ما يقعش. هنا سبت الكيكه لغايه ما بردت خالص وبقت معايا بالشكل ده. هبدا ان انا اقطعها. كيكه جميله جدا ومكوناتها بسيطه ومتماسكه ولونها فاتح ومفرغه كده، وكمان طعمها حلو قوي. هتكون معانا بالشكل ده كده. شايفين بقى الكيكه مفرغه جدا من جوه ولونها فاتح وطعمها حلو قوي. كمان ريحتها جميله جدا. جوز الهند كده مع دقيق السميد عاطين للكيكه طعم حلو قوي. شايفين الكيكه بقى لونها عامل ازاي؟ مستويه من فوق ومن تحت، واخده لون جميل جدا. سهله جدا وطعمها حلو قوي، ومن اسهل الكيكات اللي احنا ممكن نعملها. يا ريت نعمل لايك للفيديو، والوصفه سهله وجميله وبتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد.